السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب دايما كده بصحة جيدة. هنتكلم سلسلة حلقاتنا النهاردة عن العناية بالأسنان أثناء الصيام. اتكلمنا قبل كده عن الاهتمام بنظافة الأسنان في أثناء الفترة من الفطار للسحور. هنتكلم ازاي نهتم بأسناننا طول اليوم ويكون عندنا نفس تأثير وأحسن، يعني نفس التأثير وأحسن للفرشة والمعجون، وكمان ريحة فم منعشة وهيغنينا عن الغسول. عندنا الثلاث منتجات دول ممكن نستغنى عنهم بمنتج واحد فقط. المنتج ده هقول لكم عليه بس خليكم معايا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن السواك انه مطهرة للفم ومرضاة للرب، ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. السواك من الحاجات اللي بتغنينا عن استخدام الفرشه والمعجون، لانها بتقوم بدور الفرشه وهو التنظيف الميكانيكي للسنان او ازاله